صباح الخير بالليل. امبارح في بالتيمور في ميريلاند، الشاب اللي شايفينه هذا يمني عمره 36 سنة، بيشتغل في محطة بنزين. فبدخل عليه واحد من هذولاك من أصحاب القارة هذيك اللي عارفينها، الكل بيعرف، بديش أحكي اسمها. بيطلق عليه النار بكل برودة أعصاب، وبيلف بياخذ الفلوس المصاري من الكيج، بيفتح الباب وبعبر باخذ المصاري وبيطلع ولا كأنه سوى إشي. فيا جماعة الخير اللي بيشتغلوا في محطات بنزين أو في جروسري ستور، عند هذول الناس سكر الباب وسكر الشباك ولا تأمن لهم مهما كانت هناك أمان وبتشعر بالأمان بينهم. لا تأمن لهم، ما بتعرف وقتش بيجوك هذول ناس عن جد. يعني بديش أحكي أقول حرام يعيشوا ولا شيء، بس لا تأمنوا لهم. الله يرحم الشاب، يعني عمره 36 سنة، شاب زي الوردة، يعني يمني، يمكن يطلع جاي جديد على أمريكا. فالله المستعان.